السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في الله، بحبكم كتير. اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل طريقة عمل السمنة الفلاحي، او طريقة ازاي نعمل من القشطة او من الزبدة سمنة فلاحي. قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ودعوة حلوة من قلوبكم لست الحبايب، ربنا يبارك لي فيها. علمتني حاجات كتير، لولا هي ما كنتش انا. ربنا يبارك لي فيها يا رب، وربنا يخلي كل امهات العالم وكل امهاتكم يا رب، ويرحم كل ام برحمته الواسعة، اللهم امين. هندخل على الفيديو بعد ما نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. القشطه اللي عندي ديت كانت قشطه كنت محوشاها عندي في الفريزر. طبعا اللبن انا لما بغليه بيعمل قشطه على الوش. انا مش بحتاج القشطه دي، يا اما بدخلها في اي مكون عندي او في اي اكل عندي او في اي وصفه عندي، يا اما بشتلها في علبه في الفريزر. لاني انا ما بحبش القشطه دي، مش بستخدمها في حاجه او ما حدش بيشربها او ياكلها في اللبن. بروح مولعه عليها وحاطه فيها شويه ملح بساط وسايباها على نار هاديه تستوي معايا، وبالطريقه ديت. وبقلب فيها ايدي فيها باستمرار باستمرار، بحيث انها ما تلزقش من تحت، لان هي لو لزقت من تحت هتتحرق مني وهتدي اسمرار مش حلو. بالذات القشطه او الزبده بتاعتي لازم انا اهدي عليها النار واخليها على نار هاديه. هتعمل زي الرغاوي كده في الاول، وبعد كده هتفصل المرتة تحت والسمنه فوق. كمان كنت بعمل في الفيديو دوت الفول المدمس، الفول الفوالة. عملت فول، جبت الفول ونقيته من اي حاجة فيه، طوباية عفراية فولة مش كويسة. ببتدي بقى انا انزل بيه في حله او في بوله بتاعتي، وببتدي اغسله غسله كويسه وانقعه. بعد ما بغسله انقعه لمده ليله كامله او 6 ساعات على الاقل، عشان يساعد في عمليه السوى بتاعتي وما ياخدش معايا وقت في التسويه. فكده خلاص انا حطيته في الحوض اهو، بدات اغسله وهنقعه بقى لمده ليله كامله. او انا ساعات بعمله بالليل لغايه تاني يوم الصبح، وممكن انقعه من الصبح لغايه بالليل، تبع ما انت هتولع عليه امتى. لا يقل عن 6 ساعات نقع للفول المدمس. خلاص انا نقعته. بجيبه بعد ما نقعته تقريبا كده، هو خلاص نقع، بنزل بيه في الفوالة بتاعتي، الفول الفوالة. وبنزل بقى فيه في الفوالة بتاعتي، وبحط عليه اي حاجة عندك حابة تحطيها فيه حطيها. بتديله طعم حلو. ممكن تجيبي بقى اللي هو الفول اللي انا حطيت، الفول اللي هو الحباية الكاملة. اجيب بقى الفول اللي هو المدشوش بتاع الطعمية، وبغسل منه برضو ربع كمية الكمية اللي انا حطاها، وبروح حطاه فوقيها. عندك عدس اصفر عايزة تحطيه، عندك عدس بجبة عايزة تحطيه حطيه. يعني كل ده ممكن تحطيه في الفول. طماطميتين وتروحي مخرطاهم وحطاها، بصلة تخرطيها وتحطيها فوقيه. ليمونة بحالها برضو ممكن تحطيها بحالها. وبعد السوا بتاع الفول بتشتليها، ما تخافيش منها، مش هتدي مرارة ولا هتدي اي حاجة للفول، برضو بتدي لها ريحة حلو. الفول ده المية بتاعته بتغلي معايا على النار في الفوالة. خلاص. اللي وصل لغاية هنا ما ينسانيش بدعوة جميلة، ما ينسانيش بلايك وشير ويفعل لي الجرس، عشان انا بحبكم في الله وحباكم تزيدوا معايا وتبقوا احلى متابعين واحلى اسرة واخواتي في الله. وزي ما قلت لكم حبايبي، برفعه على نار عالية. اول ما المية بتغلي بتاعته معايا بروح مهدية عليه النار زي الشمعة، كأنك هتعملي قهوة، او كأننا هنسوي الرز على نار هادية خالص، وبنروح سايبينه. طيب الفول بتاعي نشف من المية، اوعي تحطي له ميه ساقعه، اوعي تحطي له ميه من الحنفيه. لازم أن تكوني غاليه ميه وحطاه، عشان تزودي الفول كل ما يحتاج منك ميه بتحطي له الفول. ادي السمنه بتاعتي. الله 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 الله. دي السمنه. والمرته بتاعتي فضلت في اخر الحله، بسيبها وبغرفها في اطباق وبحطها في اطباق بقى. وده الفول بعد ما خلص وسويته على نار هاديه يا جماعه، وبحط له ميه مغليه. انا بوريكم هنا الحبايه بتاعته، شوفوا بقول لك ما شاء الله.